بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 20 اكتوبر 2009. قدامنا هنا شارت الداو جونز زي ما اتعودنا. دي البولينجر باند اللي بالخط الاسود اللي الاسعار ماشيه فيها، وعندنا الخط الاحمر موفينج افريج 18 والخط الازرق الموفينج افريج 25. الداو جونز كان عمل لنا انسايدر كاندل يوم قبل الاخير، وامبارح كان طلع كويس. كسر اخر قمه كان عاملها. دلوقتي القاع بتاعنا عند 9939، ده آخر قاع في الاتجاه الصعودي اللي هو ماشي فيه حاليا. آه اتجاه كويس ستوكاستيك. الناس لوكت ان في المتاجرة. نقطة الدخول المفترض هي دي نقطة كسر آخر قمة وتأكيد على الاتجاه، وبكده يبقى احنا في اتجاه قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل صاعد. مفيش أي حاجة تدل على ضعف في الاتجاه في الوقت الحالي. نيجي بسرعة للمؤشر المصري. المؤشر الاي جي اكس 30 كان احنا قلنا ان نقطة الدخول كانت 6737 اللي هي هنا، لان هنا كان عندنا قاع اعلى من قاع، وكان عندنا هنا قمة، ودي كانت تقام القمة. هو طلع هنا كسرها، يبقى كده عمل لنا قمة اعلى منها، ودي كانت نقطة الدخول في المتاجرة. لو ده سهم قدامي انا كنت لازم اخش فيه. نسبة المخاطرة من هنا لهنا اللي هي نقطة وقف الخسارة بالنسبة لي مش بعيدة. دعم، في دعم هنا، في دعم هنا، في دعم هنا. اي نعم هو انا مش كده كده ما كنتش هقعد فيه، بس واضح ان هو لما كسرها انه مناطق دعوم، مناطق بداية اتجاه. التارجت بتاعي بعيد، التارجت بتاعي بولينجر باند. راح طلع وصل البولينجر باند وعدى بقى في منطقة الاوفر بوت، نزل عمل كونسوليديشن، وصلنا لنقطة 6993، عمل قاع عندها وطلع امبارح وكسر اخر قمة وعمل قمة جديدة. وبالتالي الاتجاه ما زال صعودي، قمة اعلى من قمة اعلى من قمة، وقاع اعلى من قاع اعلى من قاع. احنا مش عايزين نشوف الرقم ده تاني علشان الاتجاه يستمر. عشان نستمر في المتاجرة، في في السوق، ونستمر نقول ان احنا في اتجاه صعودي. بالنسبة في ناس كنت بتقول ان شفتهم بشكل غريب يعني بصراحة. بيقولوا ان ممكن نقابل تصحيح عند 7200. بيجيبوا ارقام كده، انا مش عارف هم بيجيبوا الارقام منين، ومش عارف هم يعني بيدعموا يعني ايه اللي بيدعم الكلام ده. اتجاه قوي، ستوكاستيك معانا بيقول لنا انت لوكد ان. مفيش اي شيء يدعو للخوف. الغريب ان الناس دي هي اللي كانت متفائلة هنا، وهي اللي كانت بتشتري في المناطق دي. هي اللي كانت هي نفس الناس اللي بتقول كده، هي نفس الناس اللي بتشتري في المناطق دي. مش عارف. آه، او الكذبه المنجمون، يعني انت عندك ترند لازم تمشي عليه. يعني انت عندك ترند لازم تمشي عليه، ترند صاعد يبقى صاعد خلاص. لما يبقى صاعد هبقى انا اول واحد برضه هقول ان هو مش هيبقى صاعد. آه، عشان فاكر كان في ناس مش عاجبها ان انا قلت ان الموقف في المنطقه دي مش كويس، لا لاسباب ان كان بره كان قلب ترند والارسكومات كانت ابتدت تنزل، وكان من الواضح ان هو هينزل ونزل. ولما هنا اكد على الترند الهابط، لما عمل هنا كانت دي ايام سوداء على المستثمرين في مصر، والاسعار قلت. وابتديت تسمع طبعا اي كلام فارغ بعد كده بيتقال. هرجع بس معاكم شويه في شرط اوريكم حاجه بس كده لطيفه. لو تفتكروا ده كان جولاي تقريبا، لما الداو جونز كسر 8200 لفوق، وكان بوليش، وكان الناس بتتكلم في هيدن شولدرز، وكسرها لتحت مش كويس، وبعد كده طلع كسر نيك لاين تاني لفوق، وكان في اخبار ابتدت تطلع كويسه. نور الربيني طلع قال احنا شفنا القاع وحاجات من دي. المهم كان بولش قوي هنا، ابتدى عمل لنا ترند. طلع طبعا كويس، وطلع سند هنا وعمل قاع، وطلع وكسر وعمل ترند تاني، قاع قمة تانية، قاع قمة، قاع قمة، كل دول في اتجاه صاعد. هو كسرها بس في المنطقة دي. الناس طبعا مستاء من اداء الاسهم الفتره الطويله، بس انا عايز اوريكم بس حاجه كده بسيطه. نرجع، ده اخر ترند كان معمول هنا. نرجع بقى هنا حاجه بسيطه، نبص بقى مع بعض. هو هنا كان عامل هنا قاع، بعد كده طلع عمل قمه كانت اقل من القمه اللي قبلها، بعد كده نزل هنا كسر داون ترند، وبعد كده قام طلع كسر الداون ترند، عمل قمه تانية اعلى من القمه دي، ولكن عندنا قاع
اقل من قاع. هذا ليس اتجاه. الاتجاه يا اما قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع، او العكس، قمه اقل من قمه وقاع اقل من قاع. هذا ليس اتجاه صعودي ولا اتجاه هبوطي. وبعد كده نزل هنا، عمل برضو قمة تانية أقل من القمة دي، كسر القاع الأخير اللي كان ساند عليه، بقى اتجاه هبوطي، نزل لهنا قاع تاني، عمل قمة تانية أقل من القمة دي، وبعد كده نزل سند، عمل قاع تاني، قمة نفس القمة دي ما كانتش على اتجاه، وبعد كده عمل قاع تاني أقل من القاع الأخير، وبعد كده طلع كسر، عمل هنا قمة أعلى من قمة وقاع أقل من قاع. وهذا برضو ليس اتجاه. أنا بس عايز أوريك الأداء كان يعتبر عشوائي إلى حد ما في الأوقات الأخيرة. امتى المؤشر عمل لنا ترند؟ يعني لو ده سهم، الغرض من الكلام ان لو ده سهم قدامي، لو ده مؤشر سهم قدامي، او مؤشر انا هتريد عليه كل الكلام ده، كل الحته دي، انا متفرج. انا مش هتاجر هنا. انا مش شايف سبب يدعوني للدخول في المناطق دي. مش معنى ان هو نزل مثلا البولينجر باند ان هو مش هيكمل نزول. مش سبب خالص. انت في اتجاه هبوطي، مش سبب ليا ان هو ينزل. مش معنى ان هو نزل ان هو مش ممكن ينزل اكتر.